هنلخص النهارده الانمي واللي راجع بقوه واللي هو شينكا الموسم الثاني الحلقه الاولى والثانيه. ما تنساش تقدر تعمل وتشترك في القناه تحت وتفعل زر الجرس وجيب في شهر او اي حاجه تاكلها وانت تتفرج الانمي ده لان تكون حلقه حلوه. يلا. وبيبدا الانمي بمعركه ما بين سيتشي وواحد كده مش عارف نوعه ده ماله، بس هو قوي يعني فاهم. بيبقى سيتشي مش قادر له ومش قادر يقف على رجليه، وهي او هو بيقول ايه يا ابني هي دي كل قوتك بس انت يا ابني ما انتش نافع خالص يا ابني، وتنط في الهواء وتقوم ظرفه واحده ولكن بيصدها في العب. بتقول له ايه ده انت لسه فيك صحه، طب خد، وتقوم ضربه في بطنه وبيرقد على الارض ومش قادر يتنفس. بتقول له انا زيتي بقى ايه هقتلك واريح دماغي، وبتيجي ساريه وبتنقذ سيتشي من البسكليته دي وهدومها كلها بتتقطع وبترجع صلوتي ملوطي، بس طبعا هي غوريلا مش باين حاجه بس لما ترجع بني ادم عيب يا ولد. وبتقول لها ما تلمسيش سيتشي يا جدعان، انا مش هسميه سيتشي هسميه سوسو، هسميه يس. بقول لها ما تلمسيش يس بتاعنا، وبتخبطها بالبوكس وبتنطرها في الجبل ولكن ما بيحصلهاش اي حاجه، وبتجري عليها وبتفضل تضرب فيها ولكن مش بيأثر. وتقوم برضو قايله لها ايه عملت كل اللي في قلبك، طب دوقي بقى. بتضربها شويه ضربات من اللي قلبك يحبها ولكن ساريه بتحاول تصد اي حاجه ولكن هتصد ايه ولا ايه. وبيقول لها ساريه انا جاي انقذك، وبتقول لها على فكره شكلك كنت غوريلا احلى بكتير من شكلك في الحقيقه. بتقوم ضربها بوكس في بطنها وبتخلص على بترجع لهيئتها البشريه. ايوه بقى دلعني. وبعدين سيتشي بيصرخ صرخه عاليه وبيروح لها وبياخدها في حضنه. ابعد يا تاخر يا ابني عايزين نشوف تفاصيل يا ابني. وبتفضل تعيط ابعد بقى يا عم انت كمان. وساريه بتساله هو انا لما ببقى غوريلا بيبقى شكلي احسن من الحقيقه وهو انا وحشه، وبتبقى عايز تديله بوسه. هو بيصحى من النوم ابن الفقريه يا فك، وبيطلع ان كل ده حلم وبيقول لنفسه طب كل ده كان حلو، طب ما ينفعش انام تاني واكمل بقيه الحلم. وبعد كده ارطويه بتقول له بتساله مالك يا اسطى، ساريه بترد عليه بتقول له انت حلمت بحلم وحش ولا ايه؟ ولا لا حلم وحش ايه، حلم ايه بس ده انت مفيش حاجه انا كويس ما تخافيش. وهو بيوصلوا لاكاديميه السحر وبيطلعوا من الراجل العجوز وبيقول لهم ان الاكاديميه دي اسمها بربود السحريه. وبتقول للياس انت شايف المكان مثير ازاي؟ بيقول لها ازاي بس ده انت اللي مثير. بتقول له ايه؟ بتقول ايه مفيش بس كنت باص. وبعدها بيخشوا الاكاديميه وبيتفاجئوا بجمال المكان ولكن وهم بيتمشوا الراجل العجوز بيقول لهم تعالوا اقول لكم حاجه بس ما تقولوش لحد، المكان ده بيجي الطلبه فيه عشان يتعلموا السحر. بص بقى انا بقول لك ايه، انت من ساعه ما طلعت دماغك من شباك العربيه عشان تشوف الاكاديميه بتاعتك اللي هي بتاعتك اصلا عرفت انك ذكي. هما بيتمشوا يس بيقول لساريه ما تجيبي بوسه يا بنت من اللي كانت في الحلم دي. تقول له حلم ايه؟ بيقول لا مفيش ده ولا تاخدي في بالك. وبتقطع كلامه لونه وبتقول له ان المكان ده بيبيع اكل من اللي كرشك يحبه، ما تشتري لي كده شويه. ويس بيقول لها هي البت دي ما بتشبعش. ويس بيقول هو ماله العجوز ده، هو اتسعر ولا ايه، هو ماله متحمس بذلك، انا ذات نفسي مش متحمس كده. بيقول له ان بتسيب كل حاجه وبتقول له يعني انت ايه مش هتشتري لي ولا ايه؟ وبيرد عليها يس بيقول لها انت لو ما جيتيش معانا دلوقتي هنسيبك ونمشي. وبيخشوا يبقى في 3 طلاب الكل بيبعد عنهم عشان هم جايين من عالم تاني. والولد اللي بيسال البنت اسمها كنزوناكي بس انا اسميها كنزه. انا حاسه ان في حد جاي شايل حنين كتير قوي. فبيقول لها حنين تمام. فبتقول له انا ما بهزرش، ياس جاي علينا ولا ايه؟ وبنروح لسيشي وحريمي واللي بيكونوا واقفين قدام مكتب العجوز صاحب الاكاديميه وبيقول لي يا ياس تفتكر انا ايه السبب اني جايبك هنا؟ فبيقول له ما اعرفش والله، انا جايبك هنا عشان تعلم الطلبه السحر وواجبك هنا انك تبقى المنقذ وانك تحافظ على نظام المدرسه في المخروبه دي. فبيقول له طب طالما انت عارف بتسال ليه؟ فبيقول له ان انا هنا في الاكاديميه دي عشان في طلاب من عالم تاني. ويس بيفتكر زمايله اللي كانوا بيفضلوا يتنمروا عليه وبيقول في السر ورنه هتتنمروا عليا ازاي دلوقتي، انا بقيت عندي عضلات وعندي اصحاب ابطال يقدروا يحملوا. شايف ابطال ازاي؟ يلا ابطال يلا. المهم العجوز بيقول ان انا عاوز ادرب طلابنا الموهوبين تخليهم نينجا في السحر وعايزهم ابطال يبقوا قد الدنيا. يقول له ساري ان انا واثقه فيك انك تقدر تعمل كل الجهد ده وتنفذهم. في وشه بيحمر وبيقول لها ما تخافيش. ستوريا بتسال العجوز طب احنا المفروض هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لها مالكيش دعوه انا اظبط لكم الدنيا. اولا ساريا ولولي ان هيسجلوا كطلاب وبطقم مدرسي ومشكلته الوحيده انه محترم. وساريا بتسال ياسو بتقول له ايه رايك في الطقم ده؟ وبيقول لها جامل يا الحاج. جالك بتفرح وبتتحول لغوريلا من الفرح. وسيتشي بيقول ليه كده قطعت الهدوم؟ يوه خلاص بقى مش مهم ارجعي بني ادم بقى تاني يلا. وراجع العجوز بيقول يلا نيجي على الرتيه. فبتقول له جيب لي بقى ايه حاجه حلوه كده على ايه مزاجك. فبيقول لها تبقي مساعده مدربه التنانين. بتقول له طب وكده؟ فدماغه بتنفجر وبيقول لها اعتبري نفسك مدربه التنانين والمدربه الحالات تترفع. وبيجي الدور على اوليجا وهتبقى هي مساعده يس. راح يس في ذكرياته وبيقول لها انا هعمل ايه دلوقتي، انا اتعودت على ان الناس تتنمر عليا ولكن بعد ما جيت للعالم ده عرفت موسس كتير وحاربت فرسان وتنانين ودخلت نقابه لغريب الاطوال وحاربت وكل ده بدا بعد ما اكلت ثمره التطور واللي كان طعمها مقرف جدا. وبينادي العجوز عليه وبيقول يلا عشان عندنا فصل نربيه واللي هو فصل اف عشان الفصل ده بيعمل مشاكل على طول وبيحصل دخول مفاجئ وبتلزق المدير في الحيطه ولا كانه سكرتيره. وبيبقى سيتشي مندهش وخايف والتورتيه بتقول لها انت مين انت؟ وبيرد على المدير وخاف بيترس ايه اللي جايبك هنا؟ بتقول انت فين بقالك فتره انت ازاي تمشي كده
من غير ما تقول لي انت جاي منين ورايح فين. وبيقول لا 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 مش زي ما انت فاكره، ده انا كنت بجيب مدرسين عشان ينقذوا المكان ده. فبتقول له يعني انت عايز تساعد الاكاديميه؟ فبيقول لها في ورقه كده عايزين يتمضوا. فبيقول لها ما ينفعش اختمهم. فبتتعصب وتقول له لا انت هتمضيهم كلهم بايدك، وبتدي له ورقه وبكل حنان واحترام عشان ده راجل قد ابوها برضه زي ما احنا شايفين كده. وبتقول لهم تعالوا ورايا. فبيمشي ياسو بيقول لها طب احنا رايحين فين دلوقتي؟ فبتقول له ان احنا رايحين الفصل اف اللي انا كنت بدي فيه، ان المدير الطيب اللي جوه ده خلاني مشرف عليك. وصح انا اسفه كده انت شفتوا مني الجزء ده. وبيكملوا ماشي بتقول ان مدربه المغامرات واللي هي توريا ولوبيني الطالبه الجديده هتمشي من هنا. ولوبيني بتقول لا انا مستحيل اسيب ياس. وتقول له صح في حاجه نسيت اقول لك عليها، في مطعم هناك جنب الفصل اللي انت فيه. ولوني اول ما تسمع كلمه مطعم من هنا بتنسى سيتشي وكل العالم ده كله. طب سلام وبتطير على المطعم. والتوريا بتودع سيتشي وبتمشي هي كمان. بتقول للياس وبقيه الحريم اللي فاضلين يجوا ورانا كده. ويس بيقول لها ثانيه واحده بس ممكن اسالك سؤال. فبتقول له اسال. بيقول لها مش انت كنت معلمه الفصل اف، انت مش زعلانه من المدير استبدلك؟ بتقول له زعلانه ايه؟ ده انا هموت من الفرح. فبيقول لها ليه بتقولي كده؟ فبتقول له لما تروح هتعرف ده كلهم طيبين وهيحبوك قوي على فكره، وانا واثقه فيك انك هتطورهم قدراتهم. وبيبقى واقف قدام باب الفصل ورايح يدخل بس بيبقى قلقان. وساريه بتطمنه بتقول له انا واثقه فيك انت معلم رائع. فبيجمع كل شجاعته وبيفتح الباب وبيلاقي ان اتعمل عليه مقلب من ايام التسعينات. وطبعا كل الشجاعه اللي جمعها وقعت منه. ويبقى في شخص بيضحك عليه اكيد هو اللي عامل المقلب القديم فبيقول انا اتنصب عليا ولا ايه؟ هم دول الطيبون اللي هيحبوني؟ شكلها قصدها يحبوني نفس حب المدير كده. تقريبا شكلها فاهمه الحب غلط خالص. وبعد كده بيروح يقف على المنصه وبيبص على اشكالهم وبيعجز انه يسال نفسه ازاي دول طيبين؟ انت في واحد معاه شومه بنتنقل لغابه وبالتحديد جوه جف. ويبقى في واحد من قاده الشياطين والساحر بيقول له ان احنا هدفنا ان احنا نعيد احياء الشيطان الاعظم، وعشان نعمل كده محتاجين مشاعر سلبيه. وبيقول له ان احنا عندنا خطه سريه ان احنا نهاجم اكاديميه بابادو. وبيضحك ضحكه شريره. وقبل ما يكمل الضحكه بيلاقي حد كتفه باصوات سحريه. وبيبص بيلاقي في اتنين داخلين عليه. فبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ بيقول لهم انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا قائد من اقواد جيش الشياطين، فكوني احسن لكم. بيقول لهم انتوا عايزين تعملوا فيا؟ بيقول لهم ما تخافش احنا هنعمل بس المهمه بدالك عشان انت خنزير ومالكش لازمه. وبتقول له سلام يا هبل. بقول لهم طب فكوني وما تمشوش فكوني. وهي ماشيه بتقول ان انا مش قادر استنى اسمع صوت الطلبه بتاع الاكاديميه دي وهم بيصرخوا من اللي هنعملهم فيهم. وبنرجع المدرسه او بيبقى ياس مصدوم من الطلاب البلطجيه دول. والولد ابو شومه بيقرب منه بيقول له ولا انت مش عاجبني ولا انت مين ولا. ويس بيقول له ما تيجي تبص احسن ما تيجي انت لازق فيها كده ليه يا عم؟ انت كانك مش مظبوط يا. وبيقرب منه اكتر وبيقول له انت صدقت ولا ايه؟ انا مش بسكليت يا عم، ده انا تمام قوي. وتقوم الوليه القادره بتخش عليهم. وابو شومه لما بيشوفها بتخض كده وبيقول لها الملكه بياتريس ذات نفسها. قال له انت عارفه ان انا بحبك صح؟ بتقوم مدياله بالكتاب على دماغه. ايوه بقى يا عم بتدافع عنك، شكلها يبقى في حرمه كمان فوق الحرمه اللي معاك. وبيبقوا كلهم مظلومين صراحه، لهم حق يتصدموا. ودي ضربت واحد زي ده ازاي؟ ده ممكن يقتل حد بشعر. تقول له على فكره الشخص انت بتتخانق معاه ده هو المعلم بتاعك. ولا الصعلوك ده المعلم بتاعنا. وكلمه صعلوك دي بتفكرني بحد عظيم جدا. يا صعلوك يا ابن الصعلوك. وتقوم جادر بقلم وبيقوم لف حوالين نفسه من كتر القلم ده عشان قال لي سيشي يا صعلوك. ايوه يا عم سيشي يا جامد، البت وقعه يعني. ايوه يا عم الف مبروك، عقبال بقى الفرح. ولا فرح يا هما بيصاحبوا زي جورجينا كده صح؟ على طلع يا اخويا دول انت جامد. وبعديها بيقعدوا مكانهم وبتقول لهم زي ما انتوا سمعتوا كده سيتشي هو المعلم الجديد او يس واللي هيعلمكم بالنيابه عنه، ودي المساعده بتاعته اوليفا. ويس بيسالها هو ازاي فصل ما فيهوش الا 4 طلاب بس؟ فبتقول له هو كده هو الفصل ده 4 بس. وبيقول لهم انا فرحان بلقائكم واسمي سيتشي. والولا بتاع اوتاكو روم ده بيقول عليا اسم مش عارف ليه، بس بامانه كده انا بحب ترخيصاته جامده فشخ. لا يا عم لا ما تقولش يا عم. تسلم يا حبيبي يا اسطى والله كلك ذوق. ايه ده؟ انا بعمل ايه التوحد اللي انا فيه ده؟ حط لايك وسبسكرايب ولا. وبقول لهم انا جاي هنا عشان اعلمكم بس ما تخافوش انا شكلي صغير بس نينجا بصحيح، صغير بس يحير. ودي ساريه طالبه جديده هتنضم لفصلكم. وساريه بتقول لهم انا ساريه فرحانه اني شفتكم وبتمنى ان احنا نبقى اصحاب. والولد ابو شعر بيدرك ان في حاجات احلى من الشومه. يا خرابي انت لطيفه قوي. وبيقول لها ما تقفليش عينك بالطريقه الكيوت دي عشان قلبي ما يوقفش. وبيقول لها فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده. والمعلمه بتقول له خليك هادي يا سمب ويلا كل واحد فيكم يعرف عن نفسه ناو. وبيقول لها انا الاول واسمي اغنس وانتصرت في 999 معركه بدون خساره وخدت لقب صاحب تسريحه البومبار المرعبه. وساريه بتقول له انت مذهل جدا. فبيتكسف وبيقول لها ايه ده بجد؟ بتقول له على فكره انا كده برضو انا الغوريلا ساريه. كلهم بيتجعسوا. اغنس بيغمى عليه بس بيقول لهم ده سحر عادي يلا بس احنا هنمشي سلام دلوقتي. وبياتريس بتقول لهم اللي بعده. وابو شعر ابيض بيقدم نفسه بيقول انا اسمي قيصر. وبيقول لي يس مش ملاحظ حاجه في اسمي؟ انا فعلا امير امبراطوريه القيصر قام. وبيقوم ابو شومه ويقول له ولا انت بتتجاهلني يالا؟ فبيقول له اتجاهلك مين يا ابني؟ انت مش اغمى عليك يا ابني، وبعدين انت مش في نفس مستواي عشان تتكلم معاه اصلا. قدام بقول له تعالى عاركني. فبيلاقي المعلمه بتاعتي في الكتاب وبتقول له اقعد يالا منك ليه بدل ما تعاركوني انا. فبيقعدوا مكانهم وبيجي الدور على البيت. ويس بيقول لها مش هتعرفي عن نفسك ولا ايه؟ فبتقول له انا اسمي هيلين
ولقبه هو النسور القرمزيه المزدوجه. بيجي الدور على الدبدوب اللي مش بيعرف يتكلم واللي بيقول اسمه بير وملقب بالوحش الهادئ. فايز بيقول له انت كمان مش هتعرف تتكلم، انا حاسس ان انا شويه هقوم اعقب. وبنروح لكنزه واللي بتكون لسه بتدور على يس، وهي بتجري بتخبط في واحده تقول لها انت نسيتوا ايري رئيسه مجلس الطلبه؟ فبتقول لها ايوه انا. فبترد عليها وبتقول لها انت كنت ليه مستعجله قوي كده؟ فكنزه بتقول لها شميت ريحه حب وحنان. فبتقول لها مين؟ فبتقول لها دي رائحه يس. بتقول لها بجد؟ طب خلينا نروح نشوفه، انا هروح ادور عليها انا كمان. وبنرجع للفصل تاني واللي المعلمه بتقول لهم انا هقول لكم على درجات الامتحان اللي فات. واجنس بكل فخر بيجيب 0، وابو شعر ابيض بيجيب درجه 90، وبيردي درجته 95. ويس بيقول ده شكله ذكي مع ان شكله ما يقولش كده خالص. بتقوم قايله لإيلين درجتها واللي هي 100% وانها كانت متوقعه منها كده. وبنلاقي ساريه متحوله لغوريلا وقاعده وراهم وبتقول لها شكلنا كده كلنا اذكياء في الصف ده. ويس بيقول لهم ده سحر، ثانيه واحده بس ايه لازم نطلع بره ونيجي تاني. وبياخدوها بره وبيقول لهم يا ساريه ما عاديش تتحولي لغوريلا قدامهم تاني. وبتقول لهم تمام. وبيخش الفصل تاني بيلاقي المعلمه قدامه وبتقول له فاكر قدراتهم القتاليه اظن ان هيكون من الافضل ليك ان انت تعرف نقاط قوتهم عشان تعرف تعلمهم بشكل جيد. بيقول لها فعلا معاك حق انا موافق. وبيطلعوا من الفصل وابو شومه بيقول لهم مين الجدع ده؟ مبقاش حد فيهم عارف. فبيسالوا ساريه فبتقول لهم ايوه انا عارفاه. بيقول لها انت تعرفيه ازاي؟ فبتقول له انا زوجته. فبيقول لها زوجته بس ايه ثانيه واحده كده ايه زوجته؟ طب والبت اللي معانا دي؟ فبتقول له دي اخته الصغيره. بيقول لها يعني انتوا جيتوا مع بعض؟ فبتقول لهم لا في بنتين تانيين جم معانا، واحده حبيبه يس والتانيه صاحبته. فبيستغربوا كلهم. فبتقول لهم ايوه احنا التلاته بنحب يس. فابو شومه بيتضايق وبيجري عليه بيقول له سيبونا اقتله سيبونا اقتله، مش انت مراته؟ بيقول لنا هل يس ده قوي؟ فبتقول لهم ده قوي جدا. وبيروح عند المدير والمدير بيقول له ايه رايك بقى؟ ويس بيقول له صحيح ان هم فاردين واقوياء بس هم مش بتوع مشاكل زي ما انتوا قلتوا. فبيقول لهم على فكره الفصل ده مختلف عن الفصول التانية. فيس بيستغرب فبيقول له انت ما سمعتش حد بيتكلم عن الفصل اللي في الاكاديميه ده؟ فبيقول له ليه انا لسه واصل دلوقتي. فبتقول له المعلمه ان الفصل ده بيعاني من مشاكل كبيره. بقى الفصل قاعد بيجهز وبيدخل عليهم اشخاص بيقول لهم ايه الفاشلين بيعملوا ايه هنا؟ فابو شومه بيقول له انت بتقول ايه يا جدع انت؟ بيرد عليه بيقول له انت ما تنفعش تقف على نفس الارض اللي انا بقف فيها ولا ينفع ان انا اتنفس الهواء اللي انت بتتنفسه. وبيطلع ان الواد ده اخو الواد ابو الشعر الابيض وبيقول له الفصل ده بيناسب الفاشلين امثالك يا برود. واجنوس بيلزق فيه برضه مش عارف الواد ده ماله كده كانك مش مظبوط يا. والواد ابو شعر ابيض بيقول لاجنوس اسكت. فبيقول له انت عاوزني اسكت واسيبهم وهما بيهزقونا؟ انا هقتله. وبنلاقي الواد ابو دبدوب كتفه وجدع ده بيقول له مين المزه اللي هناك دي؟ وبعد كده بيروح عند ابولا انت مراتي يا بنت فهمتني؟ فبتقول له معلش انا متجوزه فعلا من يس. لا ايه اللي انا سمعته ده هو حقيقي؟ انا اترفضت؟ انا اترفضت. والوقت بتقول له ايوه فعلا انا رفضتك عشان انا بحب يس. فبقول لها ازاي في راجل افضل مني؟ بتقول له ايوه افضل منك بكتير واقوى منك واحسن منك. وبشوفه بيضحك عليه وبيتضايق وبيقول له انت تجرؤ ان تضحك عليا؟ وبيرجع يقول لساريه انا هديكي فرصه كمان عشان تبقي مراتي. وبتقول له مستحيل سيتشي هو الطب والباقي فوتوشوب. يا ايه عن جمداني. وبينصدم تاني وبيقول انا همشي وهرحمكم ومش هعمل لكم حاجه. وابو شومه بيقول له انت خايف وبتهرب ولا ايه؟ فبيقول له انت اتمديت كتير انا قررت ان اصحابكم في منافسه الفصول الجايه. ويس بيجي وساريه بتناديه فالولد بيعرف ان ده يس اللي رفضته عشانه وبيضحك ضحكه شريره وبيمشي. وبتبدا الحصه وبيقول لهم كل واحد فيكم يوريني مهاراته يلا ما تخافوش انا مش هستخدم السحر بتاعي. فابو شومه بيقول له انا هبقى اول واحده اتحداك. فالبنت بتقول له انا الاولى. بيقول لها انت مجنونه؟ وتبص له بصه فبيغير رايه وبيقول لا خلاص انا ماشي انا جيركن مان وهسيبك انت تبدا الاول. فبتقول لي ليس انت بتقلل مننا؟ بتقول لي انت مش هتستخدم السحر؟ فبيقول لها لا مش كده خالص مش قصدي كده. وبتسحب الخنجرين وبتقول له انا لو معايا خنجرين هرشق واحده في قلبي وواحده في قلبك انت. وبقول لها انت مجنونه ولا ايه؟ خش تضربه ضربات متتاليه هو بيتفاداهم كله وبيقوم زقها بعيد بيقول لها انتوا بتعصبوا قوي كده لا مره. وبتظهر الفنانه ساريه وبتقول لهم هيلين بدات تهاجم بكراهيه شديده يا ترى ايه اللي هيحصل ايه؟ وهي مشكله الفصل اف. وده فيديو كان مش عجبك وده فيديو تاني عجبك ويلا سلام.